في الفترة الأخيرة ظهر على التيك توك ترند أثار جدلا واسعا تحت اسم ترند خلع الحجاب. الشخصيات الرئيسية في هذا الترند هن مؤثرات كن محجبات سابقا، بعضهن بررن القرار بالطلاق وأخريات بالحرية الشخصية، لكن الموضوع مبقاش مجرد قصص فردية ولا ظاهرة منتشرة بقوة على التيك توك. واليوم راح نكشف حقيقة هذا الغموض وحقيقة هذا الترند اللي راهو شائع تحت اسم ترند خلع الحجاب. دوكا نهضروا على الحجاب. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا ملاح. يوم جديد، فيديو جديد وترند جديد. باين الترند اللي يبقى ترند الى لا نهائية وما بعدها. كل ما يجي يموت يخدم بكرة دراغون بول ويعاود يولي، اللي هو ترند نزل الحجاب اللي كل ما تدور راسك تلقى سوسيال اغتنمت الفرصة ودارته. باينة كاع راكم عارفين شكون اللي قلعت الحجاب وطلقت ودارت حفلة طلاق. واليوم راح نحتفل بعيد ميلادي وحفلة طلاق. يجي حتى واحد ما حضر لها تبقى مهبولة. المهم نفس السيشي تعاود كل خطرة واحدة طلقت وغي شمت ريحت شوية مشاهدات تروح تتعرى علينا. شو هذا ولا اللي ينشهر يتعرى علينا؟ هي وراها تجي وتعطيك عذر أقبح من الفعل اللي دارته، تقول لك بلي أنا كنت محبوسة وتحررت واختي حسبة روحك إيرين ييغر، حسب كلها بستيكاتنا ماشي خمار. وباينه غادي نهضروا عليها عامه باسكركم عارفين السوسيالات كيفاش يجوا، وهذه وحده منهم. بس كيما راك عزيزي المشاهد، قبل ما تكمل الفيديو بغيت نطلب منك طلب بسيط، هو انك تروح تشترك دروك، باسكو الا وصلنا 1000 ابوني غادي ندير حفله تاع كرواسون. متالي دروك غادي نطرطقها كرواسون، تما ماذا بيك اشترك باش نوصلوا 1000 ابوني. روح كمل الفيديو. واكبر ديديكاس غادي يروح الراجل هالديوت اللي يخلي مرته يشوفها 40 مليون جزائري كل يوم في لايف تحسن ماتش تاع كوب دافريك. كل ما بينت روح اكثر للناس كل ما زاد التفاعل، يعني علاقه طرديه. على ذا قلعت الحجاب تحت مسمى التحرر، يعني تحررت باش يزيد التفاعل. تقدر تخرج منها معادله كي شغلك الطيب في قاطو، ايطاب بايطاب. تقلع الحجاب، دير اثاره جدل، تجذب الانتباه، تزيد التفاعل ودراهم اكثر. وبروبليم كنت تجي تسقسيهم كاع عندهم نفس العذر، عذر واحد يخدموا به. شو تقول لك؟ انا سقطت فنهضت فتعلمت فتحررت، وكاع الهدف تاعهم واحد، يقلعوا الحجاب باش يزيدوا يدخلوا دراهم. والمشكل الكبير في الاشكال هادو اللي يتبعوها. أي تخيل معايا عزيزي المشاهد تكون مرتك المستقبلية وحدة من هادو، ماشي تولي جاي. وهذا كاع خاطش وحدة قلعت الخمار تاعها وقالت لهم بلي تحررت. المشكلة هي هربة من ربي كي قلعت الخمار، بصح شاولها تحمد ربي باسكو هي قلعاته. عامر بالإيمان. أنا مخ قادر يدير ايرور نورمال. يعني سبحان الله ما كاش فرق بينها وبين اللي يعبد الجيسس كرايسس. هو ما يعبدش ربي وهي ما تطبقش الحجاب اللي فرضها ربي. تجيب ذكاء اصطناعي تقول له اسك الحجاب فرض، غادي يقول لك راك تتمسخر بيا. هيا تجي وحده كيما هادي تقول لك باللي الحجاب ما خلانيش نتحرر ومنا، وكي قلعتها وليت متحرره. يعني بيناتنا هادي ديرها قدوه وكاع، والديسيزيون اللي تديرها انت تاني. انا كنت خيرني بينها وبين الرغيس، غادي نخير لك الرغيس. ودايرت لك واش مقدس خط. هذا لو شم انا نحشم باش نديرها في جيتيان انت درتي في الصح. دين وطراب كي كتوري لهم هذا لو شم يستغفروا، انت تقول لي دير على رايها. كي شغل دارت لكم الحشوه، لعبتها باغيه توب، دارت الحجاب سيمانتين وعاود قرعتها باش تعاود تجيب تفاعل. هذه اسرع توبه في حياتي. انا ما كاش حاجه تحيرني في الدنيا اكثر من الشيرات اللي يتبعوها. تحسب عندهم 1 جيجا رام في مخهم، ما يفرقوش بين الصح والغلط، ما يفرقوش بين انسان مليح وانسان غير يشلق برك في الهضره. دايرين في بالهم بلي اي انسان عنده بزاف لي زابوني يعني هو دائما عنده الحق، والحاجه اللي يديرها لازم انا تاني نديرها. وما تديش عليهم، روح اتعلم، حوس، اكتب. تجيك طفله مراهقه كابل يكون عمرها ما يفوتش 18 سنه، يقول لك بلي هادي عندها دراهم وراهي تحوس وتشري غير الصوالح الغاليين، علاش ما نروحش ندير كيفها؟ وارواح يا اختي انا نفهمك علاه ما لازمش تكوني كيفها. دروك هذه المؤثره تجيك الشركه تشريها بشويه صرف تقول لها ديري لنا بيب، وباين هادو الشركات يحوسوا على الرخص، تسمع عاد من يروحوا. وباش هادو السوسيالات يجوهم شركات اكثر شي يديروا الحجاب. السلام عليكم، راني قارا غير وين يجي يكتب لي واحد شا دخلك فيها، هي راهي عايشه حياتها بينها بين مولاها.
اخوتي الدعاء وما يشتاج في الشعب راه يشيد باطل. انا نقول لكم حاجه، انا صامت دخل روحي ونعطي راي. هي عطات رايها وانا نعطي راي، من كل واحد راه يعطي في رايه. هنا انا نعطي راي، واللي ما عجبش الحال يقابل ونهدر ونزيد نهدر وندير هذا الفيديو وانا نهدر وانتم الشياطين تموتوا بالقنطه. وعزيزي المشاهد، الا انت عندك بنتك ولا اختك ولا مرتك تتبع في هذو الاشكال، اول حاجه ديرها هي تنصحها وتقول لها بلي هذو هما البوبال تاع المجتمع وبلي ما لازمش يتبعوهم. واذا ما قبلتش النصيحه تاعك راك عارف شدير. وإلا انتي طفله وراهي خالعاتك هذه اللي قلعت الحجاب وراهي تبان لك بلي راهي عايشه لابيل في، بغيت نقول لك بلي هي كون صح وجات عايشه لابيل في ما تروحش تطلق وتبكي في لي لايف. نصيحه مني لك عزيزتي المشاهده، الا راكي باغي تنجحي في حياتك وتفرحي والديك، اول حاجه ديريها هي ما تتبعيش هذو المزبالات وليس المؤثرات. وثاني حاجه تقدري ديريها لكي باغي تسعفيني اكثر هي انك تمحي حظيره الحيوانات اللي عندك في التليفون. واخر حاجه تقدري ديريها هي تروحي تشتركي في القناه تاعي، باسكو الا وصلنا 1000 ابوني غادي تاني نعطيكم كرواسون. تا تاني ماشي غير هي، تا تاني عزيزي المشاهد، وشكرا. خوتي كنت نإيديتي في الفيديو اللي كنت تفرجوا فيه دروك، حتى شغل هكا قعدت نحوس هكا في غابة الحيوانات. هذيك واش لقيت؟ تصفيات زوجي المستقبلي، كاليفيكاسيون تاع الزوج الجديد اللي غادي تتزوج به. راهم بزاف يلحقوني عروض الزواج ويقولوا لي رانا حابين نتزوجوا بك. شوفوا كيما هاد لي ميساج. سبحان الله، راهم يلحقوها بزاف عروض زواج، راهم يوصلوها بزاف انفيتاسيون بار ميساج بلي راهم باغيين يتزوجوا بها يرون بلاصو راجلها اللي كانت متزوجوا به. باك حتى لدروك انا عقلي مازال شغل ميكولي، راني صابره مع هذا الشعب اللي عايش معاه. وليك هذه اللقطه التالي اللي حطيتها مع تالي في تاع الفيديو حتى تخلص العده بالك وتبعتوا لي دوكا ما ياخذوش حتى تخلص العده. شريكي الطبقه الاسلاميه تكمل العده باش عاد نتزوج. نيه طبق الاسلام الحمد لله بعين الاعتبار، وفي الوقت المناسب نديروا تصفيات انا وحنانتي ال100 المشترك. قالت اصبر شو خلينا نكملوا لي انتقل للمرحله الثانيه. بيدي تصفيات هي وحناناتها على 100 مشترك اللي غادي يتصفاو للدوزيام ديفيزيون. على حسب تاع كوب دي موند، على حسب تاع كوب دافريك. قالت لك 100 عباك شي على 100 بنادم يرسل لها هكا ويقارع باش يتكاليفا وفرحان وسعيد بلي غادي يتزوج بها. انا صراحه عقلي ما عطاكش يتحمل هذا الغابه هذا. ايش يا اخو نقول لك حاجه. وي